منال بنت عندها 26 سنة، عايشة في بيت عادي جدا. أهلها ناس طيبين لكن متشددين في القرارات. من صغرها متعودة إنها ما تعترضش حتى لو مش مقتنعة. بعدما خلصت دراستها اتقدم لها عريس كويس جدا في نظر أهلها، شغل محترم، بيت جاهز، وأخلاق معقولة. لكن منال من أول لقاء حست إنها مش مرتاحة، مش لاقية نفسها معاه. قالت لمامتها: مش حاسة إني مرتاحة، مش ده الشخص اللي عاوزاه. لكن ردها كان: الراحة بتيجي بعد الجواز، أهم حاجة الأمان. ضغطوا عليها وقالوا لها إن الفرصة دي ما تتعوضش. في الآخر وافقت بس عشان ترضيهم. عدة شهور الجواز الأولى وكل يوم كان بيأكد لها إنها خدعت نفسها. هو كان طيب لكن شخصياتهم متناقضة، هي بتحب الحياة وهو كتوم جدا، وهي بتحلم إن تسافر وتتعلم أكتر، وهو شايف إن مكان الست بيتها وبس. بعد سنتين من الصراع الداخلي قررت منال تعمل اللي عمرها ما عملته قبل كده، تسمع صوتها، طلبت الطلاق. القرار ده كان صادم للجميع، اتقال عليها كلام كتير وتعرضت للوم ونظرات المجتمع. لكن بعد فترة قصيرة بدأت حياتها تتغير. رجعت تكمل دراستها، اشتغلت في مجال بتحبه، وسافرت مؤتمر علمي برا البلد لأول مرة. هناك وقفت قدام المرآة وقالت لنفسها: أنا اتولدت من جديد. يوم ما قررت أسمع صوتي